السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفتم الصحة والسعادة. النهاردة الفيديو بتاعنا قصير خالص وخفيف. احنا ده عملنا كيكة عادية خالص، كيكة الشاي العادية اليومية بتاعتنا. اصل انا اعملها، انا عاوزاكم الاول تشوفوا الارتفاع بتاعها قد ايه. جميلة جدا وخفيفة وهشة جدا وأكنها اسبونج. والله العظيم كل اللي شافها ودقها قال انت عاملة دي اسبونج، بس هو دي عادي والله، من بتاع التموين وسكر من بتاع التموين. شوفوا شوفوا من أرضيتها لونها جميل ازاي، وبيضة ومفتحة وجميلة ازاي. طب عملت ايه يا ام شذا؟ هقول لكم صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هو حطيت البطين وفانيليا في الخلاط وضربت، وبعدين الزيت وضربت، وبعدين السكر وضربت، وبعدين اللبن وضربت. ما عندكيش لبن حط ميه. ضربتها كويس. كل خطوه كنت بضرب في الخلاط. تمام. دي اللي بيدي اللي ان هي تبقى بيضه من جوه والقوام بتاعها جميل كده. مع كوبايتين ونص دقيق حطيت البيكنج باودر عليهم، طبعا نخله كله مع بعضه، وقلبت المكونات وحطيتها في الصينيه على درجه حراره 180. حطيت على الشبكه وقفلت الشبكه، حطيت قفله الشوايه من فوق، وسبت الكيكه تستوي مع بعضها. ودي كانت النتيجه. بصراحه انا ما جبتش الخطوات علشان انا ما كنتش في دماغي ان انا اصورها، بس يا عم ان انا اصورها. بس لما لقيت النتيجه حلوه كده قلت اقول لكم على التجربه دي واقول لكم ازاي تعملوها. ممكن تعملي كيكه التورتيه ذات نفسها من الدقيق العادي، من السكر العادي، عاديه خالص، وتطلع معاكي زي الاسبونج. حتى شوفوا ارتفاعها في الصينيه وكلها زي بعضها، يعني ما فيش حته عاليه وحته واطيه، لا الكيكه كلها زي بعضها. ومعلش انا بتاسف ان انا اتاخرت عليكم، بس والله لظروف صحيه غصب عني والحمد لله. طبعا دي كريم ابن بن بنتي اهو عاوز كيكه. شايفين الحلاوه والجمال بتاع كريم طبعا. اه عاوز كيك. يلا اسيبكم في رعايه الله واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.